اهلا وسهلا بحضراتكم وكل عام وحضراتكم بخير. النهارده حصلت حاجه كبيره جدا وحاجه جمهور الاهلي مستاء منها وكل مواقع التواصل الاجتماعي بتتكلم عنها. تعال بس نشوف الفيديو مع بعضينا ونرجع مره تانية. اللي حصل النهارده موضوع مش عادي. الفيديو اللي انتوا سمعتوه ده لهاني شكري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، طلع وغلط في جمهور النادي الأهلي بالألفاظ اللي مش هينفع نقولها. ولكن أنت يا أستاذ هاني حد مسؤول، حد كبير، النهارده لازم نقول كلمة حق. عايزكم في الكومنتات تكتبوا لي تقولوا لي إيه رأيكم في اللي قاله هاني شكري، ولو الكلام ده حصل من جمهور أو من حد من مسؤولين النادي الأهلي إيه اللي كان هيحصل وإيه العقوبة اللي كانت ممكن توقع عليه. ممكن تكتبوا لي ده في كومنتات. استاذ هاني الراجل المسؤول المحترم اللي النهارده غلط في جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي مش جمهور عادي بالمره، لا طبعا. احنا دايما بنشيل الاهلي على كتفنا ومستعدين ان احنا نموت لاجل النادي الاهلي. انت النهارده غلطت في جمهور النادي الاهلي اللي عمره ما وجه لك اي اهانه واي اساءه. الموضوع ده مش هيعدي، وكون انك طلعت واعتذرت على اغلبيه المواقع او التواصل الاجتماعي كل ده مش مقبول من ناحيه جمهور النادي الاهلي. واداره النادي الاهلي المفروض ما تعديش الكلام ده بالساهل. على فكره النهارده اتغلط في جمهور النادي الاهلي، اداره الاهلي المفروض ما تعديش الكلام ده. جمهورك مش هيتحمل كده. احنا ضد ان حد يطلع ويغلط. لا، انا عمري ما شفت محمود الخطيب طلع في مره غلط في حد من الزملكاويه ولا في الزمالك ولا في اي نادي في مصر. وعمري ما شفت عضو مجلس اداره في النادي الاهلي طلع وادى تصريحات وقال الالفاظ اللي سمعناها دي. بصراحه انا من مشجعي محبي الاهلي، من اللي بموتوا في الاهلي. انا راجل سمعت شتيمه النهارده بسبب اني اهلاوي واني منتمي لفريق النادي الاهلي. هاني شكري لازم تتعاقب. اللي عملته مش سهل ومش هيعدي كده، لازم تاخد عقوبه وعقوبه قاسيه كمان. النهارده الخطيب طلع ورفض اعتذار هاني شكري، بس هنكمل باقي مفاجآت اليوم. مفاجآت النهارده يا سيدي، وسام ابو علي مش هيكون موجود في تشكيل الاهلي في مباراه باتشوكا الوديه. مباراه وديه بس احنا هنلعبها على انها مباراه بطوله. ليه؟ لان اول ظهور هيكون لريفيرو معانا. كمان المفاجاه الكبيره، عدد ضخم جدا من لعيبه النادي الاهلي هتكون موجوده برضو في التشكيل. النهارده التشكيل هيكون قدام حضراتكم زي ما انا عارضه قدام حضراتكم بالظبط. ده التشكيل المتوقع للنادي الاهلي ان شاء الله في مباراه باتشوكا. عايزكم تقولوا لي ايه رايكم في التشكيل. كل ده اللي انتوا شفتوه دول ما يعتبروش فريق، لا طبعا دول قناصي الاهلي. النهارده كان في خلافات على كل مراكز الاهلي. كل لعيبه الاهلي بتدي في مراكزها و10 على 10 وبدون اي اخطاء وكلهم ممتازين. ده اللي خلى ريبيرو في موقف لا يحسد عليه. اختار مين ومين يكون مش موجود ومين يكون في دكه البدلاء. ده اللي يخلي ريبيرو يقعد كده يفكر كلهم مستواهم افضل من بعض. كل جماهير الاهلي متفقه على ان اللي يبدا المباراه محمد الشناوي، مع ان مصطفى شوبير عايز يظهر موهبته وعايز يكبر من نفسه وعايز يكون هو موجود داخل الاهلي الحارس مش البديل، الحارس الاساسي. كله بيسعى انه يكون موجود داخل المستطيل، ولكن النادي الاهلي قال لك التشكيل هيكون على حسب المشاركه في الفريق وفي التدريبات والانتظام. النهارده حاجه مهمه جدا كمان حصلت. خلاص زيزو، الاعلان الرسمي لزيزو نزل، والف مليون مبروك لصفقه النادي الاهلي زيزو لمده 4 مواسم. طبعا شفتوا مباراه كاس مصر بين بيراميدز وبين الزمالك، تفويض بس بلغه ثانيه، مش زي المباراه بتاعت بيراميدز والزمالك اللي عواد كان بيصد الكوره وبيسيبها في الارض. ده تفويض من نوع تاني. حكم اللقاء في الدقيقه الاخيره من اللقاء ما رضيش يصفر بعد الوقت المحتسب ضايع ما خلص، ما رضيش يصفر الا لما الزمالك يعمل تغييرات. وطلع محمد صبحي ونزل عواد، ده على اساس عواد ايه؟ الحارس اللي هو ايه؟ بيصنع المعجزات. تخيلوا دي. لكن اللي اتفاجئنا بيه ان عواد ما صدش ولا كوره، اتشاطوا عليه 10 كور ما صدش ولا كوره. الزمالك فاز في 3 كور منهم ضاعوا. احمد سامي، مصطفى فتحي، وعلي جبر، كلهم خارج
المستطيل، كلهم خارج المرمى، لكن كل اللي تسددوا في المرمى جول، بعكس الشريف اكرامي خالص اللي خسر صد ضربتين جزاء. ده يبين لك ان المباراه متفوته و10 على 10. شكرا جدا لحضراتكم، ما تنسوش لايك واشتراك وتفعيل جرس الاشعارات، والى اللقاء في فيديو